لابد أن نقف عند قاعدة من قواعد الأصول بتقول: الترك ليس بحجة في التحريم. يعني مش معنى أن النبي ساب الفعل ده أنه حرام. ترك صلى الله عليه وسلم أن يأكل الضب، فكان ترك عادة، فمن أكل بعده ذلك الأكل لم يقل عنه الشرع أنه مبتدع. ترك صلاة التراويح في جماعة، وجمع عمر بن الخطاب الناس في صلاة التراويح من بعده ولم يقل عنها إلا بدعة حسنة، وقال: نعم البدعة هي. ترك كتابة السنة وأمر ألا يكتب عنه شيء غير القرآن تنزيها لتنزلات القرآن حتى لا تختلط مع السنة، فكتب أهل القرن الثاني والثالث الهجري السنة النبوية الشريفة، ولم يقل أحد أن هذا من البدع. فترك للعادة، وترك سهوا، وترك شفقة، وترك تنزيها، وكل هذا يثبت ما قد قلته بأن الترك لا يوجب التحريم. ترك التنزيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. كتاب صحيح البخاري، مسند الإمام أحمد، سنن الإمام الترمذي، سنن الإمام ابن ماجه. الناس دول كتبوا ليه والنبي قال ما حدش يكتب ورايا؟ دول فاهمين أن الترك لا يوجب التحريم، وأن ذلك الترك كان تنزيها لكتاب الله حتى لا تختلط السنة مع القرآن. العهد النبوي الأول كله يقرؤون الحديث الصحيح شفاهية ولا يكتبوه، إلا أن عمر بن عبد العزيز وجد أن العلماء بيموتوا والحفاظ بيموتوا، أمر الزهري أن يكتب الأحاديث النبوية فجمع بعضها، وجاء من بعده مالك وابن حماد وغيرهم يكتبون السنة حتى جاء القرن الثالث الهجري، فكتبت كتب الصحاح. كتب مالك الموطأ، وكتبت العلماء عن رسول الله خوفا على ضياع السنة، لما رأوا أن الضرورة تقتضي أن نكتب الحديث الصحيح ونكتب السنة النبوية الشريفة، فعلوا ذلك ولم يبدعهم أحد. هل فهموا الحديث على مفهومنا أن الترك ده يوجب التبديع؟ فكتب البخاري، ومن بعده كتب مسلم، وكتب الإمام الترمذي، وكتب الإمام أحمد بن حنبل، وكل هذه الكتب حفظت السنة، وظلوا يكتبون حتى تمت الكتابة في نهاية القرن الخامس الهجري. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع باختصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل. يقول: قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. هو مش فاكر هو زود ولا نقص، عشان ما يبقاش حد ذاكرته أقوى من حضرة النبي، نسي فنسي الراوي. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. مش عارف، هو ناسي. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. رواه البخاري ومسلم. يا سائلي عن سهو رسول الله كيف سهى؟ والسهو من كل قلب غافل لاهي قد غاب عن كل شيء سره فسهى، عما سوى الله فالتعظيم لله. أتي النبي بضب، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مد يده عليه قال: ما هذا؟ قالوا: ضب. فكف يده وقالوا له: يا رسول الله، أهو حرام؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني مانيش عايزه، نفسي مش قابله. ترك الشفقة
زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن كل محدثة بدعة أي محدثة في أصل تم فصله. متى نقط القرآن؟ في نهاية الصدر الأول من الإسلام. مر عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبو بكر رضي الله عنهم والقرآن يكتبوا من غير إيه؟ إلا نقط القرآن ده بقى نعمل إيه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد فيها نصا يوجب التحريم. الله الله الله.